بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. وحشتوني والله من الفيديو اللي عدى. بتسألوني كتير فين الفيديوهات والله ايه ده، انا يعني على قد ما بقدر والله بعمل لكم فيديوهات على قد ما بقدر. آه انا جايبه شويه فيديوهات، شويه مشتريات صغننين كده في الفيديو هعرضها لكم. اولا زي ما انتم شايفين كده المجات، واللي هو الحامل، جايبه حامل سكاكين وشوك ومعالق على شكل بيضه. هو انا كده يعني مغطيه لكم كده، كنت عايزه بصراحه اصوره لكم بس للاسف هو عاكس الصوره جامد جدا جدا، اجي من هنا واروح هنا. طبعا هو جايبني كل وانا بصور، فللاسف انا معرفتش اصور لكم الشكل. فانا يا دوبك بس هصور لكم الشكل المعالق واقول لكم ايه سعره واقول لكم كده معايا في الفيديو. انا جبت الاول حاجه، جبت اللي هي المجات دي مجات شكلها حلو قوي، كان معمول عليها عرض، كان المج ب35 جنيه. فاستغليت الفرصة وجبت المجات دي زي ما انتم شايفين كده الشكل وعلى فكرة هو ب35 جنيه بس حجمه حلو، يعني لا كبير قوي ولا صغير قوي، متوسط. فلما لقيت الشكل كده، ومفيش مجات دلوقتي ب35 جنيه، فلما كان عامل يعني العرض اللي كان معمول عليه كان عرض حلو، فجبت منه. كنت عايزه اجيب كل 2 شكل بس للاسف ما لقيتش، كان طبعا عليه هجوم جامد. فجبت يا دوبك ما فيش الا الاتنين الاسود دول اللي انا جبتهم ايه نفس الشكل. كنت عايزه اجيب يعني كل 2 شكل كده بس للاسف ما لقيتش. كان الواحد زي ما قلت لكم ب35 جنيه. هو ده مش يعني انا مش عاملاه في الجهاز ولا حاجه، ده لينا احنا في البيت. انا لقيته كده وهم كانوا طالبين مني مجات، كانت عندي كل المجات اتكسرت، فقلت خلاص هي لما لقيت كمان عليه عرض ولقيته حلو فجبت ال6 دول على قدنا كده، فحلو يعني. انا هنا كنت بقول لكم عايزه اشكله بس ما لقيتش بقى. تاني حاجة يا جماعة اللي أنا كنت بقول لكم عليها دلوقتي، اللي هي الإيه حامل المعالق ده اللي على شكل بيضة، حلو جدا. عايزة أصوره لكم بس زي ما بقول لكم بيعكس كل الصورة، فأنا رحت شايلة الجزء اللي فوق لأن هو عاكس الصورة جايبني كلي. وإيه قلت أوري لكم بقى الإيه الشكل ده إيه من لما شلت الجزء اللي فوق زي ما انتوا شايفين كده أهو. هو الشكل ده وهو عبارة عن 24 قطعة متغلف كده، خامته حلوة جدا. عجبني. هو في عيب واحد دلوقتي وانا بطلع الحاجة اوريه لكم، بس انا ممكن يعني انتوا قولوا لي يعني هل بتنزل الوان يعني الشوك والمعالق كده الروز جولد ممكن الاقيها فرط كده، فانا اللي انا اقوله لكم دلوقتي في الفيديو هتشوفوه زي ما انتوا شايفين. او كنت عايزه اقلبها لكم كده واحطها لكم، فزي ما انتوا شايفين كده عكس كل حاجه، فما قدرتش بصراحه. هي ده الجزء اللي فوق وده الجزء اللي تحت اللي هو بيتغطى بيه الستاند نفسه، تقفليه كده بيبقى على شكل بيضة. هو على فكرة منتشر قوي يعني في كل المحلات، وما كانش والله السنة اللي عدت ما كانش بالسعر ده، بس انتوا عارفين الحاجات كلها رفعت قوي الايام دي كمان. فانا لقيته كمان لقيت عليه عرض عجبني، فقلت خلاص والله ان شاء الله ايه يعني لا اجيبه، وجبته باذن الله يعني. هو زي ما قلت لكم عبارة عن 24 قطعة، اللي هي انا كنت افتكر في شوك صغيرة وشوك كبيرة، لكن لا ما لقيتش كده. لقيت اللي هي 6 شوكة. انا هنا كنت هرصه لكم كده بس هفصل وهوريكم كمان شكلهم بعد ما رصيتهم. خامة الشوك يا جماعة والمعالق 18/10. لو حابة زي ما قلت لك تجيبي ستانلس 18/10 يا اما 304، هم دول ايه اجود حاجة يعني في الستانلس. وكنت عايزة اسألكم يا جماعة يعني ايه الفرق بين 18/10 و8/18؟ يعني انا كنت عايزة اسألكم لان انا شفت حاجات كده قبل كده قالوا لي ستانلس وكانوا بيقنعوني بيها اللي هم اصحاب المحلات، بس انا ايه ما برضاش اجيبها. فمش عارفة ايه الفرق بين 18/10 و18/8. هو زي ما بقول لكم كده شكله اهو، هما 6 شوك، 6 سكينة، 6 شوكة، 6 معلقة كبيرة، 6 معلقة صغيرة. ما فيهوش بقى اللي انا قلت لكم عليه اللي هي ال6 شوكة الصغيرة. هو مختوم يا جماعة 18/10. كنت عايزة اقربه لكم بس زي ما بقول لكم حتى كمان الشوكة نفسها بتعكس الصورة، فمش هو ده اللي بيخليني مش قادر اقرب لكم منه. خامته تقيل
يعني هو تقيل جامد، يعني الشوكه والله يا جماعه جامده جدا جدا، يعني الشوكه بتاعته جامده ما شاء الله. والحاجه الوحيده اللي انا بس اللي انا ما كنتش عايزه اجيبها ان انا جبت الروز جولد، بس هو كان للاسف كان اخر. انا وواحده ست كنا واقفين في المحل، والله كان اخر اتنين، انا خدت واحده وهي خدت واحده. كنت بقول له هات لي الجولد، قال لي لا مفيش غير هو الروز جولد. كان هما الاتنين ما كانش فيه غير الروز جولد. فقلت خلاص مش مشكله، يعني هو واضح لكم ان هو جولد بس هو روز جولد. فجبته. زي ما قلت لكم ان هو الحاجه الوحيده العيب الوحيد اللي فيه ان هو ما فيهوش الشوك الصغيره. فانا ان شاء الله باذن الله كده هحاول باذن الله ان انا لو لقيت شوك صغيره لوز جولد باذن الله اكمل ايه كطقم. هو الحامل بتاعه بيشيل ال 24 قطعه، بس انا قلت يعني ايه ممكن احاول بعد كده ان شاء الله ازنق كل اتنين في مكان واجيبه باذن الله. قولوا لي هل بقى بيبقى فيه الروز جولد كده يعني بالسته كده فرط كده ولا لا؟ لو حد فيكم يعرف والله يقول لي. زي ما وريتكم كده شكله، وشكله حلو قوي، والخامه بتاعته بقول لكم مختوم جامد جدا جدا. قصدي تقيل جدا جدا، ومختوم 18 على 10. اتاكدوا من الحاجات دي. في بقى اقول لكم على حاجه، واحده مش عايزه تجيب والله شنطه، والله العظيم ده كفايه. واحنا كمان بنجيب غير ما احنا بنجيب معالق فرط وسكاكين فرط وشوك فرط تاني. فهي لو واحده مش عايزه تجيب شنطه معالق، والله يا جماعه ده هيبقى شكله شيك قوي وتحفه جدا على السفره، ويبقى شكله خطير جدا وجميل. ولو ممكن لو لقيت في اول الاستندات عامه بتبقى 24، يعني لو لقيت حاجة زي كده 30 ممكن تجيبه. انا كنت جايباها في العرض كان ب1350. انا شفته في رنين ب1900، شفت في محلات تاني ب1800. بس انا المحل ده كان عامل عروض الجمعة البيضاء، فكان نازل عليه عرض حلو قوي ب1350. حلو جدا جدا، لو حد لقي حاجة زي كده ومش عايز يجيب شنطة ممكن يجيبه. زي ما بقول لكم شكله حلو، تأنوا دايما يا جماعه وانتوا بتشتروا الاستانلس يكون 18 على 10 او 304. هي بتبقى الاستانلسات كده. انا بختبر الاستانلس طبعا زي ما قلت لكم ان انا ببقى واخده معايا ايه مغناطيس. ما عدا طبعا ساعة ما اشتريت المعالق اللي انا قلت لكم عليها فعلا ما كانش معايا مغناطيس، وجيت هنا لقيتها بتنجذب للمغناطيس. هي الحاجة الوحيدة لما تكون هتشتري ستانلس خدي معاكي مغناطيس ضروري، عشان تتأكدي من الحاجة ان الحاجة دي يعني ايه ستانلس. لانه ممكن يقولك لا خديها عادي مش فارقة، وبعد كده في الاخر بتروحي في البيت بتلاقي نفسك ان الحاجة دي ما طلعتش ستانلس. فانا بنصحكم دايما اي حد هيشتري حاجة سواء معالق او سواء حلل او اي حاجة لازم يبقى واخد معاه مغناطيس. متنسونيش يا جماعة في اللايك والشير والاشتراك في القناة. يا ريت حتى لو بتستفادوا بأي معلومة داخل الفيديو تعملوا لي لايكات كتير وتعملوا لي اشتراك وتدعموني جدا جدا في القناة لو انتوا بتستفادوا ولو حاجة بسيطة. اللي ما بيوصلوليش يا جماعة اشعار يدوس على علامة الجرس او على علامة الكل، عشان ايه اول ما انزل اي فيديو يوصله، لان في ناس كتيرة جدا بتسألني في الفيديوهات فين الفيديوهات، وانا ببقى منزلة الفيديو. فاللي ما كده يا جماعة يدوس على علامة الكل عشان يوصله ان شاء الله كل جديد انا بنزله باذن الله. شير يا جماعة ولايكات كتير 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 ودعم للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع الف الف سلامة وتوحشوني. مع السلامة.